انا بجد ما كنتش عارفه ازاي، انا ما جربتش الطريقه دي قبل كده. انا من الناس زي كل الستات ما بحبش غسيل المواعين بصراحه، بيجيب لي عقده يعني اكتئاب كده. عندي بقى هنا كوبايه الا ربع من الزيت، وكميه الزيت دي انا هستخدمها في الوصفه كلها. وعندي حبايتين من البصل مقطعاهم جوليان كده، وابتدي ان انا احمرهم كويس قوي. بعد ما يتحمروا انا هاخد ربع كوبايه من الزيت ده بقى هستخدمها في حاجه تانية. وعندي هنا نص كيلو من الشعريه هحمره، وانزل عليهم بكيلو من الرز، وابتدي ان انا اشوح في الرز ده لمده دقيقه كمان بس. وهنزل عليهم بقى، هنا عندي نص كيلو من المكرونه المشكله، استخدمي المكرونه اللي انت حباها، وقلبيهم كويس قوي عشان يتغلف بالزيت وتطلع معاكي مفلفله، مفيش حاجه تعجن معاكي. قلبي كويس قوي، وانزلي بقى عندك كمون وملح، وعندي مكعب مرق لو مش حباه استبعديه خالص. قلبي كويس زي ما قلت لك. وعندي بقى هنا ربع كيلو من العدس، انا كنت غليته في كوبايتين من الميه، وانا بحب استخدم الميه بتاعه العدس اللي بيتسلق فيها بصراحه بيبقى حلو قوي. وابتدي ان انا ازود ميه بقى تبقى فوق الرز ده بعقله صباع، ولازم تكون الميه اللي هتزوديها تكون مغليه برضو، ما تكونش من الحنفيه. بس كده بعد ما تشرب الميه هاخده تقليبه واحده بس، واغطي عليه. طبعا قلت لك اعمليه معامله الرز، يعني على نار عاليه لغايه ما يغلي، وبعدين هدي النار على الاخر وغطيه. عندي بقى هنا 10 فصوص من الثوم، وعندي قرنين من الفلفل السبايسي، ودقيتهم مع بعضيهم، واحط 3 معالق من الخل، ومعلقه صغيره من الكمون، واقلبهم مع بعض كويس قوي. وتعالي نشوف بقى هنعمل ايه على البوتاجاز تاني. احلى طريقه لصلصه الكشري اللي هتعمليها، حرفيا احلى طريقه. عندي بقى ربع كوبايه الزيت اللي انا قلت لك انا شلتها على جنب مطرح تحمير البصل، هنزل بيها هنا، وكل حاجه بقت في حله واحده كده. وهنزل بقى بالدقه اللي انا عملتها اللي قلت لك عليها. كده انت مش هتعملي دقه للكشري ولا شطه. وعندي بقى لترين من صلصه الطماطم، ده لترين عشان انا عامله كميه كشري كبيره. طبعا انا قلت لك المقادير، انت بقى اعملي كما انت عايزاها. انا هحط هنا معلقه سكر صغيره، واقلبها، واغطي هنا الصلصه دي. انا عايزاها تغلي، مش عايزاها تسبك تستوي، بس ما تتكثفش زياده عن اللزوم. فهغطيها واخليها تغلي لمده 10 دقايق كده تستوي. وبدات ان هي تقسر اهي. هبدا ان انا اظبط الملح، واحط فلفل اسود، واحط سنه قرفه بتخلي ريحه صلصه الكشري حاجه تانية خالص، حاجه تانية حرفيا. وهنزل كمان بمكعب من المرق. وبس كده خلاص، اديهم غلوه واحده بس كده مع التوابل، وهطفي النار. وكده عندك بصي الكشري حرفيا مفلفل، كله واخد من طعم بعضيه، مستوي مع بعضه تحفه. مش هتستخدمي بقى مواعين كتير وعك كتير لو كنت بقى كسوله زيي. وادي الكشري بتاعي خلص. وبجد يا بنات جربوا طريقة صلصة الكشري دي، تحفة تحفة. يعني تجوع اي حد وتجيب من اخر الشارع زي ما بيقولوا. ادي الوردات بتاعة البصل بتاعتي، حاجة فاخر من الاخر. يا رب يكون فيديو النهاردة وعجبكم، اشوفكم وصفة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.